في عمر ال40 بينما يتقاعد معظم اللاعبين، ما زال كريستيانو رونالدو يتحدى قوانين الجسد والزمن. ينفق أكثر من $1,000,000 سنوياً على صحته ليبقى منافساً لا يقهر، لاعباً يدهش الجماهير كل أسبوع. لكن ما الذي يجعل رونالدو مختلفاً عن أي رياضي آخر؟ في 8 عادات صارمة صنعت منه أسطورة أقرب إلى إنسان خارق. هدف عالمي تشاهدونه على قناتكم كتاب المستديرة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة. أولاً، النوم عند رونالدو ليس مجرد راحة، بل هو جزء أساسي من تدريبه. يتبع روتيناً غير تقليدي، لا ينام بجانب زوجته جورجينا، بل يفضل الانفراد بنومه لضمان استعادة جسده للطاقة الكاملة. يأخذ قيلولات قصيرة متكررة بدلاً من نوم طويل واحد، طريقة أثبتت فعاليتها في تعزيز التركيز والجاهزية الذهنية والبدنية. هذا الانضباط في النوم ساعده على البقاء في القمة لسنوات. ثانياً، النظام الغذائي. إذا أردنا الحديث عن الغذاء، فالنظام الغذائي لكريستيانو في مستوى آخر. 6 وجبات يومياً موزعة بعناية، غنية بالبروتين، بالخضروات الطازجة والحبوب الكاملة. لا مكان للسكر ولا للوجبات السريعة ولا حتى للمشروبات الغازية. لكن عندما يكسر القاعدة يذهب ل3 أطباق مفضلة لديه: البيتزا أحياناً، قطعة كعك صغيرة، أو شوكولا بسيطة. أما قائمة أكلاته اليومية المفضلة فتشمل الأسماك المشوية بأنواعها، صدور الدجاج، البيض، التونة، شريحة لحم خالية من الدهون، الأرز البني، معكرونة القمح الكامل، الفاكهة الطازجة والفاكهة الفاضلة، زيت الزيتون، الكينوا، وحتى الجبن القريش. هذا النظام يمنحه الوقود المثالي لأداء متكامل. ثالثاً، الترطيب. رونالدو يعرف أن الترطيب هو المفتاح. يشرب أكثر من 3 لترات من الماء يومياً، ويتجنب الكحول والمشروبات الغازية وكل ما قد يبطئ من جسده. يعتمد أيضاً على مشروبات غنية بالإلكتروليتات لتجديد الأملاح والطاقة بعد المباريات والتدريبات. رابعاً، التمارين. روتين كريستيانو في التمارين جنوني بكل المقاييس. يتدرب أكثر من 5 أيام في الأسبوع. يخصص وقتاً لتمارين القوة لزيادة الكتلة العضلية. لكن التمارين وحدها لا تكفي. التعافي عند رونالدو علم بحد ذاته. يستخدم حمامات الثلج والعلاج بالتبريد لتقليل آلام العضلات وتعزيز الدورة الدموية. ولم يكتفي بمراكز الأندية، بل أنشأ غرفة علاج بالتبريد داخل منزله ليضمن جاهزيته في أي وقت. سادساً، العقلية هي ما يميز كريستيانو حقاً. فهو لا يدرب جسده فقط، بل يدرب عقله على الانضباط والتركيز. طموحه المستمر، رغبته في التطور، وروحه التنافسية كلها جعلته مختلفاً عن غيره. بالنسبة لرونالدو، الفوز يبدأ من العقل قبل أن يتحقق على أرض الملعب. سابعاً، التعافي عند رونالدو لا يقل أهمية عن التمرين. يخصص وقتاً للعلاج الطبيعي، المساج، النوم المنتظم، والتغذية الدقيقة. كل ذلك جزء من روتين صارم يحافظ على جسده في أفضل حال. ثامناً، ضوء الشمس والهواء النقي. وعادة بسيطة لكنها مؤثرة: التدريب في الهواء الطلق. التعرض لأشعة الشمس يمنحه فيتامين دي، يقوي جهازه المناعي، يحسن مزاجه، ويساعده على التعافي بشكل أسرع. بل بالانضباط، بالتضحية، وباتباع عادات صحية جعلته رمزاً يتحدى الزمن. ورسالته واضحة: لا تحتاج أن تكون كريستيانو،
لكن يمكنك أن تتعلم من روتينه لتصنع أفضل نسخة من نفسك. كريستيانو رونالدو لم يصنع أسطورته بين ليلة وضحاها، ولم يكتف بالموهبة التي ولد بها. موهبته كانت مجرد بداية، أما ما أبقاه في القمة كل هذه السنوات فهو العمل والانضباط. 8 عادات فقط، لكنها غيرت كل شيء. النوم الذي يحترمه كجزء من تدريبه، الغذاء النظيف الذي يعامله كوقود، الترطيب الذي يحافظ على حيوية جسده، والتمارين القاسية التي جعلت منه آلة متكاملة. ثم يأتي دور التعافي والعلاج بالبرودة ليعيد لجسده التوازن بعد كل مجهود. والأهم، العقلية، عقلية لا تعرف الاستسلام، عقلية تقاتل حتى آخر ثانية. وأخيراً، البساطة في الاهتمام بالشمس والهواء النقي، تفاصيل صغيرة لكنها تحدث فرقاً هائلاً. عندما ننظر إلى مسيرة رونالدو ندرك أن السر ليس في أنه ولد خارقاً، بل لأنه صنع نفسه يوماً بعد يوم. اليوم في عمر 40 ما زال يتفوق على لاعبين يصغرونه ب20 عاماً، وما زال يبرهن للعالم أن العمر ليس سوى رقم، وأن الجسد إذا اعتنيت به يمكن أن يكون سلاحاً يتحدى الزمن. قد لا نملك جميعاً إمكانيات كريستيانو ولا مرافقه الفاخرة ولا ملايينه، لكن ما نملكه هو القدرة على التعلم من عاداته. النوم الجيد، الغذاء الصحي، شرب الماء، الحركة اليومية، التفكير الإيجابي، كلها أشياء في متناول الجميع. كريستيانو رونالدو لم يصبح أسطورة فقط داخل الملعب، بل أصبح مدرسة في الانضباط والالتزام. مدرسة تقول لكل شخص: إذا أردت أن تصل فاعمل، وإذا أردت أن تبقى فاستمر. قد يعتزل رونالدو يوماً ما، لكن رسالته لن تعتزل. ستبقى عاداته وانضباطه وأسطورته مصدر إلهام لأجيال كاملة من الرياضيين والجماهير. وفي النهاية ربما لن نكون جميعاً كريستيانو، لكننا نستطيع أن نستلهم من قصته ونبني أفضل نسخة من أنفسنا. فهذا هو الدرس الحقيقي، أن النجاح ليس صدفة بل نتيجة، والنتيجة دائماً تبدأ بعادة وتصنع بالإصرار.